نهضر والله. المهم حاجه غادي نقول لكم، هو غادي نبعد بغيت لان هادشي اللي وقع لي مؤخرا ماشي نورمال، وقع لي بزاف ديال الحوايج اللي شوكاوني. قررت نبعد شويه، نقدر نرجع لكم للسوشيال ميديا، نقدر ما نرجعش. المهم كانت احلى ايام دوزتها معكم انا ولونا، ضحكنا معكم، نشطنا معكم، درنا معكم فيديوهات زوينه، عجبوكم بزاف ديال الفيديوهات ديالنا، استمتعتوا بالفرجه فينا. شكرا على كاع الناس اللي دعمونا بالمحبه وبالتعاليق الزوينه، شكرا 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 والله، شكرا لكاع الناس اللي قالوها فينا زوينه. غبرت عليكم هاد الايامات في السوشيال ميديا، لحق الصراحه كنمر من واحد الظروف خايبه بزاف، اللي خايبه اصلا حتى للتعاود. انا ماشي بداك النوع اللي كنعاود المشاكل ديالي في السوشيال ميديا، ولكن غبرت عليكم غير حيت كنفكر الحل لهاد المشاكل، كيفاش غادي ندير نحل مشاكلي، كيفاش غادي ندير نخرج من واحد الورطه. انا ما كنتش كنعرف بان الشهره تقدر تؤدي بالانسان لهاد المشاكل بحال هكا. المهم الموضوع ديالي هو مؤخرا تلقيت بزاف ديال الايميلات من عند واحد الشركه، بلا ما نهضر بلا ما نجبد الاسم، اصلا اني مجرد غنهضر عليهم غادي ينوضوا لي مشاكل كبار، ولكن ما تهمنيش. المهم الامر ما فيه هو ان توصلت بواحد الايميلات، المهم ما واحد ما جوج ما ثلاثه ما اربعه ما خمسه ديال واحد الشركه بغاو يخدموا معايا انا وبنتي بواحد المبلغ مالي اللي هو خيالي. علاش كنقول لكم شوفوا ربي الا ما كانش عاطيك القناعه في هذه الحياه وما كانش عاطيك واحد القناعه من الدنيا، راه اقسم بالله كتمشيو وكتلقيو بانفسكم في التهلكه بلا ما تحسوا. انا قانعه بداكشي اللي عطيني ربي، سواء كان قليل ولا كثير انا قانعه به، مادام انني عايشه ومعيشه بنتي فانا ما تيهمنيش الامر. المهم اي وحده كانت غادي تكون في بلاصتي كانت غادي تصدم وكانت غادي تبيع راسها لهذا المبلغ الخيالي من الفلوس، وعاد زيد وزيد اش لا. المهم بلا ما نبقى نهضر بزاف، بلا ما نبقى نوضح بزاف، انا في الاول صدمت وتفاجات وعجبني العرض بزاف وفرحت به بزاف، يعني قلت واو لا ما يمكنش، صافي اشنو هادشي واعر. ولكن شي حاجه فيه ما قبلتش بالعمل، الاسباب نخليها لراسي بلا ما نعاودها لكم ميسا ولا ميسا ديالي، لان بلا ما نكبروا الحاجه بزاف. عرفتي باش كتبقاي تنفخي في البالون بزاف كتنفخي تيطرطق، بلا ما نبقاو نفخوا في البالون نخليوه داكشي بحال هكاك. غير بغيت نقول لكم انا السوشيال ميديا استعملتها في الاول، استعملتها باش نوصل الصوت ديالي، من وراها بديت كندير فيها الاشياء اللي كتعجبني، بحال اي ناس كيستعملوا السوشيال ميديا. راه العالم باسره تيستعمل السوشيال ميديا، العالم باسره ما كرهش حتى هو يوصل العدد ديال هذوك الارقام ديال اللي سهل على اي واحد نوصل لها، ولكن انا فقط بغيت نعيش بسلام. الا كان هادشي كي المهم شي حاجه في الداخل ديالي كانت كتقول لي لا بحثي على الموضوع. عارفه شنو كاين لي انا صراحه ما نكذبش عليكم، انا بعض المرات شحال مره كتجيني خدمه وكان ما كنأكسبتيهاش، شحال مره كتجيني خدمه وكنكون عندي الطياره وشاد لي الطياره وكل شيء، وكيجي حتى لاخر لحظه كندخل داري كنسد عليا ما تنمشيش. انا قلبي سبحان الله عطيني واحد الحاسه سابعه اللي كنظن انها كاينه في الحيوانات وكاينه فيا انا، ما عندش اي واحده ديك الحاسه اللي عندي انا، لان فاش كنحس بشي حاجه ماشي هي هذيك راه كتكون ماشي هذيك. وانا دابا تنهضر في الموضوع والله تنحس بلحمي عرق عليا، فانا حسيت بلي الموضوع ما مطمنيش ما مريحنيش. انا ما باغاش هذاك الشيء، انا ما باغاش بزاف ديال الفلوس، انا فقط باغا نعيش مع بنتي، باغا نسافر انا وبنتي، باغا نعيش كيف ما انا عايشه حاليا مع بنتي. الحمد لله ربي ما مخصني حتى من شي حاجه، ربي عاطيني بزاف ديال الحوايج اللي الحمد لله والشكر لله لاني فريوسكم. ما عمرني كنت كنظن غنقول لي فان ديالي بسلامه، حيت انا ما باغاش نقول لكم بسلامه، انا ما باغاش نمشي، انا ما باغاش ندوز وقت زوين معكم، حيت بزاف ديال الذكريات عندي انا مع صحابي في السوشيال ميديا اللي هما نتوما. ولكن المهم عطوني شويه ديال الوقت ناكتواليسا، يعني بحال اللي غنفورماتي فيه العقل ديالي شويه. ولا شفت راسي مستعده غنرجع، ما شفت راسي ما مستعداش نرجع فماشي مشكل خوتي، عادي. الحياه دايره كنستافدوا منها من هادشي كامل. هي دائما 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 خليو ايمانكم في الله قويه ميسا موريت وميسا ديالي، عمرها تغركم. ما تنساوش ان الدنيا فقط عابره وليست دائمه، راه الدنيا ما دايماش. انا تنقولها لكم بلا ما تقولوا لي واش انت فقيه، انا ما فقيه ما رسول ما حتى شي حاجه، انا فقط انسانه تربيت من صغري على الاسلام، من صغري وانا كنقرا القران، عارفه شنو كاين. الحمد لله تربينا على الاسلام، حمدنا الله وشكرناه. في المدرسه علمونا بزاف ديال الحوايج، فقط انا هذه الانسانه هذه. فالحاجه اللي غادي نقول لكم ايمانكم بالله خصو يكون قوي، لان يمكن في الدنيا نعيشوا فقراء، ولكن الا كنا من الناس المزيانين فاش غنمشيو الاخره غنكونوا من اغنى واحد الانسان. ما كتهمنيش وما كتغرنيش الدنيا بامتاعها وبكنوزها وبتخربيقها، ما كتهمنيش وما تتغرينيش. فقط نفيت بزاف وانا تنهضر في هذا الموضوع. يمكن غادي تكون ديالنا هذه في السوشيال ميديا. انا قررت نمسح الانستغرام، غنمسح اليوتيوب، غنمسح الانستغرام ديال بنتي، غنمسح تيك توك، غنمسح كل شيء. انا فقط باغا نعيش مع بنتي، ما غاديش نزيد نعطي لي ديتاي، ما غاديش نزيد نشرح، لان ما نقدرش ندخل في واحد الكوكب انا ما نقدرش عليه. انا ما نقدرش على هذاك الكوكب، انا ما بغيتش هذاك الكوكب، انا ما بغيتش هذيك الدوامه، ما غاديش نزيد نهضر عليها. باش ما نقولش شي حاجه اللي انا الا قلتها نقدر
نقدر غادي يوقعوا لي مشاكل كبار، فانا غادي نحبس الموضوع هنا.